عارف لما تبقى طالع من خناقة وانت لسه طالع من الخناقة، انت خناقة دخلت فيها، ضربت واتضربت، وطالع من الخناقة هدومك متقطعة ومتبهدل ومش قادر تجيب نفسك مش قادر خلاص، ويجي حد كده في وسط بعد الخناقة ديت، ياخدك على جنب كده في الخناقه، يقول لك بس صلي على النبي، صلي على النبي، لا ان شاء الله بسيطه، وانت ايه ده، انت في دم هنا، ويبدا ان هو يعالج الجروح اللي عندك. هو ده بالظبط اللي بتعمله معانا سوره الضحى. سوره الضحى ان هي بتقول لنا ان انت بتطلع كل يوم من خناقه الدنيا. احنا كل واحد فينا بيروح يسعى في اتجاه، وبنحاول وبنروح، اللي بيشتغل وفي النص بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، وبيقابلنا الصلاة، فاحنا بنلتزم بيها ونرجع تاني ندخل في الحالة ديت، في المعجنة اللي احنا بنقابلها في الدنيا، في تحدياتها، في الصعوبات اللي هي بتعملها. جاية سورة الضحى من غير ما تدي اي تكليف، ومن غير ما تعمل اي حاجة، بس هي كأنها لمسة الطمأنينة. هي الشخص اللي بيجي بيعالج لك جروحك ديت، هي الطبيب المعالج اللي بيجي بيضيف لك، ولكن ده بيعالج التاني بيعالج الجروح وبيعالج الحاجات الظاهره، دي لمسه، ده علاج القلوب. يعني هي جايه عشان تعالج القلب. ده الهدف الرئيسي من سوره الضحى. وحتى ربنا سبحانه وتعالى، حتى هو بيضرب المثل فيها، او هو بيتكلم عن سوره الضحى، حتى لما بدا اول حاجه ما قالش ما ودعك ربك وما قلى، جعل مرحله الضحى اللي هي ما بين المرحله اللي هي بتبقى دمجه ما بين فكره ان الليل بيبقى بيختفي، والضحى لسه بيظهر للنور. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا على سنن الكون، او بيتكلم عن سنة الكون اللي هي ان هو طبيعي، وتلك الايام نداولها بين الناس. مفيش حال هيدوم، الليل لما هيمشي هيجي النهار، وبعد النهار هيرجع الليل، وانت حياتك نفس الفكرة. النهارده كنت في خناقة، وكل يوم هتدخل الخناقة بعديها هتلاقي حد جاي بيداوي لك الجروح بتاعتك. لا، ومش بس كده، انت هتقابل حد محترم في خناقة. انت ممكن مرة تكسب ومرة ما تكسبش في الخناقة دي. ممكن تقابل حد محترم، ممكن تحصل لك مشاكل، ممكن تحصل لك ابتلاءات، ممكن تحصل لك. انت في الاخر في كل الحاجات دي الثابت حاجه واحده، ان الضحى هيظهر، وان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك. دول الثابتين الوحيدين اللي انت هتحطهم قدامك، وانت داخل معارك الدنيا، وانت داخل في معارك الحياه، وانت بتحاول، وانت بتسعى. وربنا سبحانه وتعالى هنا كمان حتى يعني جمعها في صوره يعني كملت الصوره ديت، ان خلاص انت كده في الضحى، كده هيبقى في ضحى، وكده ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك. كملها بان هو قال لك ان انا ميزاني، في سوره النجم قال لك ان ميزاني مختلف عن ميزان الدنيا. طبعا احنا لو في شغل، فانا الميزان بالنسبه لي اكيد تارجت، ارقام، حاجات محتاج ان انا احققها، محتاج ان انا اطور من مهاراتي. ربنا سبحانه وتعالى قال لك في ميزان، قال لك ايه، وقال ليس الانسان الا ما سعى، السعي. الوحيد اللي هتلاقيه بيكافئ على السعي هو ربنا سبحانه وتعالى. ان انت سعيك ده هيرى، سوف يرى، كده في يوم من الايام هيرى. وهيرى ده سوف ديت معناها ان هو مش على الحال. يعني سوف ديت ان هو ان انت من الاول محتاج ان انت تعمل حاجه، او انك تسعى، وبعد كده سعيك ده ممكن يرى، ثم يجزاه الجزاء الاوفى. وثم دي برضو بتفيد الترتيب، امتى الله اعلم، بس هي بتفيد الترتيب. فهي بتكمل نفس الصوره اللي هي ايه، ما ودعك ربك وما قال. انا مش سايبك، انا شايف اللي انت بتعمله ده، انا هكافئك على السعي. انا ربنا سبحانه وتعالى هكافئك على السعي اللي انت بتعمله، والاجتهاد اللي انت بتعمله، بغض النظر عن النتائج اللي انت وصلت لها عامله ازاي. وما تقلقش، لان حتى لو انت دلوقتي هي ضيقه، وكل الحاجات الظروف حواليك المحيطه، فانت الحال ده هينقلب، لان دي سنتي في الكون. سنتي في الكون ان مفيش حال بيدوم. وتلك الايام نداولها بين الناس. فهو الايام دول. وبعد كده يبدا ربنا سبحانه وتعالى بقى يقول لك ان انت لا، افتكر بقى اللي حصل قبل كده، يعني افتكر اللي حصل قبل كده. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. افتكر لما أنا استجبت الدعاء بتاعك، وكنت أنت في ضيق شديد جدا وحلتها لك. افتكر كل الحاجات اللي حصلت. افتكر لما أنت كنت مش لاقي شغل، وما تعرفش مين اترتبت ازاي، انت ما تعرفش، والشغل اتوجد. افتكر فضل استدعي كده نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك اللي قبل كده. وايه بقى التانية، فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. الفكره هنا ايه بقى، فيها كذا حاجه. المعنى الاولاني ان انت دايما استثمر السراء
عشان لما تيجي الضراء تبقى هي الرصيد بتاعك. بمعنى الوضع اللي انت فيه معاك فلوس تصدق، عشان لما يجي في وقت من الاوقات انت لما تبقى انت فعلا محتاج يبقى خلاص اللي هو كانك بتسحب من الرصيد بتاعك وبيتحط لك في الوقت ده. فانت عارف الحديث اللي بيقول لك يتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده. فانت لما تبقى انت قادر ان انت تقول لحد كلمه كويسه قول له كلمه كويسه، بلاش تبخل بالكلمه الكويسه دي. في وقت من الاوقات انت هتكون محتاج الكلمه ديت، هيجي حد هيقول لك نفس الكلمه عشان انت عملت ده. فانت رحت قلت له كلمه كويسه في وقت من الاوقات، هتيجي هتساعد حد عشان يدخل في شغل، هتيجي في وقت من الاوقات انت محتاج، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوقف جنبك حد يساعدك عشان انت عملت ده في وقت من الاوقات. ففكره سوره الضحى هنا هي علاج متكامل للقلب، علاج متكامل للقلق، لحاله القلق اللي كلنا وانا منكم اللي بنعيشها في الدنيا، وان انا خايف على الرزق، خايف على الشغل، خايف على الحاجات اللي موجوده في حياتي دي كلها. هي علاج بلمسات ربانيه بسيطه بتقول لك الحل في 3-4 نقط واضحين جدا. خد بالك ان الحل ما بيدومش، وفي ضحى بيظهر في يوم من الاوقات. خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيسيبك، وافتكر ربنا سبحانه وتعالى ما سابكش قبل كده ازاي في حاجات كتير، ولكن انت مستمر في السعي لان انا هحاسبك على السعي. وطول ما انت في السراء استثمرها عشان لما تيجي الضراء يبقى ده ايه الرصيد بتاعك اللي انت يساعدك لما بيقابلك اي حاجه او لما بتقع في اي مشكله. سوره الضحى لو عشنا بيها، سوره الضحى لو حطيناها قدامنا، هي مش محتاجين اي علاج تاني، هي كفيله انها تعالج كل قلق، كل اكتئاب، كل هم، كل حاله حزن احنا عايشين فيها، كل ضغط احنا موجودين فيه. سوره الضحى لوحدها كفيله انها تغير حياتنا.